عزيزي المشجع الجميل، هزيمة الزمالك من المصري هزيمة مؤثرة جدا لدرجة كبيرة قوي على اللعيبة داخل الملعب وعلى جوميز اللي بصراحة عمل حوارات مع حكم اللقاء بعد المباراة، وهجيلك في التفاصيل وكل حاجة. ولكن في لقطة تاريخية لابد ان نذكرها. في الدقيقة 41 حصل حاجة احنا ما كناش شايفينها خالص يا صديقي. بس خليني كده ارجع لك من البداية وايه اللي حصل من الاول خالص. بس اعمل لايك وشير للفيديو، ولو مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك اعملنا متابعه. ويلا بينا نشوف المفيد واللي حصل في مباراه نادي الزمالك ايه هو. قبل المباراه بحوالي حاجات بسيطه كده وساعات قليله طلع خالد الغندور طبعا وكعدته على الفيسبوك بوست بيحذر او بيضغط على حكم المباراه الغندور، اللي عارفين طبعا ميوله كلنا ما فيهاش كلام يعني. ولكن خالد الغندور بقى طلع يقول لك ايه؟ حكم المباراه اللي هو الغندور اللي احتسب ضربه جزاء نادي الاهلي بتاعت موديست قدام فاركو، تمام؟ لان هو ساعتها كان حكم الفار وهو اللي استدعى حكم الساحه علشان خاطر يشوف الكوره دي. جميل، ودي حاجه بقى ايه خالد الغندور بيلعبها من تحت. ولكن سبحان الله يعني بنشوف مفاجاه في الدقيقه 41 الا وهي يذكرها التاريخ ولابد ان يقف امامها التاريخ كتير قوي. الدقيقه دي واللقطه دي لازم تتسجل يا عزيزي. في الدقيقه 41 احمد السيد زيزو بياخد انذار علشان بيتحايل على ضربه جزاء. اخيرا شفنا حكم بيعملها، اخيرا يا حكم شفتها. سبحان الله، يعني دي لقطه لابد ان نقف امامها كثيرا وكثيرا لانها ما بتحصلش كتير. احمد سيد زيزو اللي دايما بياخد ضربات جزاء كتيره، هو سيف الدين الجزيري وحاجات ومن هذا القبيل بياخدها، سبحان الله النهارده بياخد انذار في الدقيقه 41. وبعد كده الحكم بعد كده بيحتسب ضربه جزاء، وبالمناسبه ضربه جزاء صحيحه، لكن احمد سيد زيزو بيتصدى ليها والكوره بيبقى فيها جزء على الخط وجزء جوه الشبكه. فاذا انت هنا الناس اللي مش عارفه قوانين واللي بيحتاجوا، وهنشوف بقى حاجات وخرافات كتيره جدا يا جماعه. لازما الكوره كلها تعدي بكامل استدارتها، تعدي الخط مش جزء منها، ولو في حتى جزء بسيط منها الكوره ما تحتسبش. وشفناها في المونديال حتى، وشفناها في الدوريات العالميه، وشفناها في مباريات كتيره جدا. فبلاش هيصه وزيطه وزنبليطه. بعدها بقى الحكم يعني سبحان الله خد شويه شد وجذب من اللعيبه، والمدرب جوميز يعني احتج عليه بطريقه غبيه وشديده جدا، وهجيلك في اللي عمله بعد المباراه. ولكن خلينا ناخدها حته حته كده بقى. السؤال هنا بقى للدرديري، السؤال هنا لخالد الغندور، السؤال هنا لكل الزملكاويه المتعصبين شويتين. حضرتك هنا لما عواد اتخانق مع حسام عبد المجيد داخل الملعب هتطلع تقول عليها ايه؟ هتطلع تقول لمجلس ادارتك لازم الاثنين يتعاقبوا؟ هتطلع تنكر الواقع بقى وتتكلم عليها وتقول الكلام ده ما يحصلش وما ينفعش والاثنين لازم يتعاقبوا، ولا مش تطلع؟ بصراحه عواد اتنرفز جدا لان عبد المجيد هو السبب في الجون الثاني على الاقل، وكان في 50% منه في الجون الاولاني. فاذا عبد المجيد عامل كوارث داخل نادي الزمالك. ولكن عواد بقى بص انت يا ابني ايه يا جدعان في ايه؟ مش كده لابد ان يكون في هدوء اكبر من كده بكتير داخل الملعب. الحته الثانيه بقى واللقطه الثانيه اللي بهديها للغندور وبهديها لدرديري وبهديها لكل من هو على نفس الوتيره ونفس الفكر، هي عبد الله السعيد واللي عمله مع المدرب وهو خارج. ده كان ناقصه ياخدوا سوبليكس يديله بنيتين، هو ده اللي كان ناقص. عبد الله السعيد متنرفز ومتعصب، الاسطوره الرقم الكريم يعني الراجل الكبير. اي نعم التغيير مش في محلها، وبالفعل بعد خروج عبد الله السعيد الزمالك حصلت له ازمه كبيره بسبب ان هو ده كمان دخل في جون كمان، وكانت مغامره مش محسوبه من جوميز. ولكن الاحتجاج الكبير من عبد الله السعيد على المدرب هنا، هل هتسكتوا عليه؟ هل هتسيبوه؟ هل هتعدوه عشان هو نجم كبير يعني وجاي من الاهلي وكده؟ هل عبد الله السعيد لما كان بيعمل ده في الاهلي، هنا نقطه او هنا مربط الفرس بقى، لما كان بيعمل ده في الاهلي كانت بتعدي؟ عايزين بقى نشوف لما راح البيئة المختلفة وراح لنادي مختلف ايه تصرفه معاه، وهنشوف بيعمل ايه. عبد الله السعيد اللي ما كناش بنسمع صوته وما كناش يعني بنحس باي حاجة من اللي بيعملها دي خالص، النهارده بيتعصب وبيتنرفز وهو خارج على المدرب وما بيسلمش عليه، ويعني شكل كان مخزي تماما. لما امام عاشور
تجاهل، بس تجاهل، او الناس دي قالت ان هو تجاهل، مع ان مدير الكوره في المنتخب ابراهيم حسن طلع وانكر ذلك وقال لك مفيش الكلام ده. لما ما سلمش على المدرب بتاعه طلعوا وعملوا هيصه زنبليط. لما نشوف بقى الناس دي هتطلع تعمل ايه على عبد الله السعيد. اما بقى جوميز والمشاده والتعدي اللي حصل على حكم المباراه ما ينفعش يعدي، وهنا بقى لازم نروح للجنه المسابقات، ولازم نروح الناس المنظمه والكلام ده. هل ينفع ان مدير فني يتعدى على حكم الساحه ولا لا؟ دي كلام او دي مساله للاداريين والناس التنظيميين ولجنه المسابقات ولجنه التخطيط ولجنه مش عارف ايه وكل اللجان اللي هم موجودين في اتحاد الكوره دولت والعقوبات هنشوف حاجه. نفسنا بقى نشوف حاجه، لان ده ما ينفعش تماما، ودي حاجه انت بترسخها ان مدير فني ممكن يتعدى على اي حد واي وقت في اي كلام والكلام ده كله. عايزين بقى عقوبه من حضراتكم للسيد مدير الفني لنادي الزمالك بسبب المشاده او اللي حصلت مع حكم المباراه. وايضا الزملكاويه، مش الزملكاويه هنا الجمهور، انا بتكلم عن المسؤولين هنا بقى هيعملوا ايه مع عبد الله السعيد، وهيعملوا ايه في خناقه او مشاده عواد مع حسام عبد المجيد، وهيتكلموا عليها ازاي. ده اللي هنشوفه الفتره الجايه يا صديقي. بس ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لو بتشوفنا على الفيسبوك تعملها متابعه ولايك وشير طبعا في كل مكان، وليه رايكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.